بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احنا جايين النهاردة بصنف حلويات رائع. هنعمل بودنج الموز بطريقة سهلة جدا، ولا هنحتاج أي حاجة غير بس هما 3 مكونات فقط. عندنا ال3 موزات الأبطال دول هما أبطال الوصفة النهاردة. خلاص، هنقشر الموز عادي جدا زي ما احنا شايفين كده، واحدة واحدة. خليكي معايا في الخطوات. نقي ال3 موزات يكونوا حلوين بس وطازة عشان يدوكي نتيجة كويسة ويدوكي طعم وريحة كويسة للوصفة اللي احنا هنعملها مع بعض. خلاص كده قشرنا الموز. هنقطع الموز ده حلقات صغيرة واحدة واحدة كده. خليكي معايا، هتعملي النهاردة أحلى صنف حلويات ان شاء الله. تعتمديه في رمضان كده وبعد الفطار تاكليه كده، يعني حاجة طعمة جدا وخفيفة ولذيذة قوي قوي ومن غير فرن كمان. قطعنا الموز كده. معايا هنا 3 معالق من الزبدة، نزلت بيهم على العين المتوسطة. مخلية نار متوسطة، مش عالية ولا واطية، عشان الزبدة ما تتحرقش مني. وما بحطش اي حاجة مع الزبدة، لا زيت ولا سمن ولا اي حاجة. انا عايزة 3 معالق من الزبدة. هيسيحوا ال3 معالق دول، وهبتدي اسوي فيهم الموز. حطيت بقى الموز بتاعي هنا. عايزة الموز ده يوصل لانه يطرى ويستوي جوه الزبدة دي. واختياري، بتحطي كمية السكر هنا اختياري. عايزة تحطي نص كوباية اوكي، عايزة تحطي كوباية اوكي. انا هنا حطيت خير الامور الوسط، حطيت كوباية الا ربع من السكر. مع ان والله الموز كان جميل ومسكر، بس انا قلت برضو الوصفة يبقى ليها روح كده. حطيت كوباية الا ربع من السكر. خلاص، الكلام ده كله بقعد اقلبه برضو على نار متوسطة لحد اما الموز يستوي معايا ويبتدي بقى يدوب كده وشكله يتغير. هو لسه لحد دلوقتي ما استواش. بسوي الموز كويس في المرحلة دي اهو. الشكل اللي انا عايزه اوريهولكوا اهو. دي درجه السوى اللي انا عايزاها. هبتدي بقى انقله في بوله غويطه عشان هنضربه بالهاند بلندر او بالخلاط. اللي ما عندوش هاند بلندر يضرب بالخلاط عادي جدا، مفيش مشكله. هنضرب الكلام ده كله ب3 كوبايات من اللبن. ب3 كوبايات من اللبن، المج العادي خالص اللي في كل بيت. مج الشاي بلبن اللي بتقومي الصبح تشربي فيه، بنملاه 3 مرات ونحطه على الموز والزبدة والسكر. وبنضرب الكلام ده كله بالهاند بلندر. في حاجة صعبة؟ مفيش حاجة صعبة لحد دلوقتي. الخطوات في منتهى السهولة. حاجة سهلة ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود ولا حتى هتولعي الفرن. ومفيش أي تكاليف فيها. هي حاجة اقتصادية وجميلة جدا. صنف خفيف وحلو قوي قوي، هيعجبكم والله، هتعتمدوه بإذن الله. انا كده ضربته. وهنا حضرت ربع كوباية من المية المغلية، عليهم معلقتين من الجيلاتين. موجود عند كل العطارين. جيلاتين ب5 جنيه يديكي شوية حلوين كده. انا حطيت هنا منه معلقتين على مية مغلية ودوبته كويس خالص. ما خليتش فيه اي فتافيت او تكتلات كده. وهنحطه على الخليط اللي احنا عملناه. ادي كل الدنيا وكل الشغلانة. لحد دلوقتي خلصنا 3/4 الوصفة. خلاص، حطينا الجيلاتين. شايفين بقى فيه لسه موز عايز يتضرب تاني. هنخلص بقى من كل الكلام ده دلوقتي بالضربة الأخيرة دي للمكونات اللي قدامي. أنا عايزاها صافية، ما فيهاش أي شوائب أو تكتلات. أضربه كويس بالهاند بلندر ونرجع تاني نشوف هنعمل إيه مع بعض. انا هنا نقلته في بولة اوسع، معلش، لان التانية كانت ضيقة شوية عشان اعرف اخلطه براحتي. خلاص كده. هو كده زي الفل، مفهوش اي حاجة، وصافي وحلو جدا معايا. الخطوة بقى اللي جاية وهي اخر خطوة، خطوة طبعا كلنا عارفينها وسهلة جدا. هنعمل ايه؟ هنكرمل كوباية من السكر على النار. هنحط كوباية سكر في طاسة على النار، ونسيبها تدوب وتتكرمل بالراحة على نار برضو متوسطة عشان السكر ما يتحرقش وما يغمقش معاكي ويمرر ويبقى طعمه مر في الوصفة بتاعتنا. واحدة واحدة كده هتاخدي أحلى صنف حلويات النهاردة وهتعتمديه إن شاء الله. خلاص، أدوب السكر كويس، إيدي ما تتشالش منه، وأفضل
ماسكاه كده لحد ما يوصل للون اللي انا عايزاه. اول درجات البني، مش البني الغامق، انا عايزاه يغمق شويه، يا دوبك اول درجات اللون الغامق، ما يبقاش غامق قوي. كده خلاص، هو كده داب وزي الفل، وداب معايا. هنشوف بقى هنعمل ايه الخطوه اللي جايه. ماشي، ايدي فيه لحد ما يوصل للون اللي احنا قلنا عليه. خلاص كده السكر اتكرمل. هبتدي احطه في القالب بتاعي، قالب صينية اللي انت عايزاه، خلاص اللي موجود ومتوفر عندك. بستنى بقى لما السكر ده يبرد، لازم، دي خطوة مهمة جدا. وبعدين احط عليه الخليط اللي احنا عملناه. بس كده، هنحط عليه الخليط اللي احنا عملناه. الكلام ده كله بقى بيدخل الفريزر 3 ساعات، يعني 3 ساعات على الأقل، ممكن 4 ساعات كمان. سيبيه في الفريزر 4 ساعات، وبعدين نزليه في التلاجة بقى ساعة ساعتين لحد ما يتماسك معاكي ويبقى جاهز. ماشي الكلام، هو كده زي الفل. انا حطيته 3 ساعات في الفريزر، وبعدين نزلته التلاجة برضو 3 ساعات كمان. بس كده، وتاخديه بقى تقلبيه على طبق، وتشوفي بقى العظمة اللي احنا عملناها النهاردة من المكونات الاقتصادية دي. بجد والله يا جماعة النتيجة مبهرة. انا ما كنتش مصدقة انه هيطلع جميل كده. قطعي بقى وشوفي الجمال كله، واديني بقى لايكات وشير وسبسكرايب للقناة، وادعولي دعوة حلوة بظهر الغيب. شايفين القوام بتاعه ناعم وكريمي ازاي، ومتماسك وجميل جدا. بجد والله هيعجبكم قوي قوي، وهتندموا لو ما جربتوش معايا الصنف ده. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتحياتي ليكم.